ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض كحك العيد كده زي كل سنة. هعمل معاكي كحك العيد بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة جدا، وكمان هتاخدي احلى كحكاية دايبة جدا كده، وكمان لونها جميل وطعمها تحفة، وهتكون محتفظة النقشة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، وهتكون دايبة معاكي، وكمان في نفس الوقت يعني متماسكة كده، وطعمها جميل قوي. ندخل على المقادير على طول ونسمي بسم الله. معايا كيلو من الدقيق منخول كويس يكون بتاع الكحك والبسكوت، وكمان هضيف عليه كده بودرة ريحة الكحك كده. ممكن تجيبيها سايلة وممكن تجيبيها بودر كده. هضيف عليهم كمان 4 معالق من السمسم كده المتحمص، لو حابة زيادة حطي، بس هو الكيلو بياخد 4 معالق كبار من السمسم المتحمص. هضيف عليهم معلقة الا ربع بيكنج باودر، ما تكتريش عشان ما ينفش منك. هضيف عليهم 4 معالق من السكر البودر كده، ولو حابة زيادة حطي، بس طبعا هو الكيلو بياخد 3 أو 4 معالق من السكر البودر. ذرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بما يعادل كيس من الخميرة الفورية دي، ذرة من الفانيليا كده اللي هو الكيس الصغير خالص. هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض، وتعالوا نقول لكم على مقادير السمنة اللي احنا هنحطها على الكيلو الكحك. الكيلو الكحك بياخد 2.5 كوبايات من السمنة، سواء سمنة عادية اللي هي نباتيني أو سمنة بلدي. أنا حطيت 1.5 كوباية من السمنة البلدي وكوباية من السمنة النباتيني. طبعا السمنة بتاعتي مش هتكون سايحة، هتكون من العلبة على طول بدرجة حرارة المطبخ بتاعك، يعني مش هسخنها ولا أي حاجة. طبعا مقاديرها بالكيلو، نص كيلو من السمنة، مقدارها بالكيلو نص كيلو من السمنة. هقلب كله في بعضه كده، وهبدأ ان انا مش هعجنها، انا هبسها كده بالسمنة. يعني بصوا المرحلة دي مرحلة مهمة جدا جدا، ان احنا نفضل نعمل كده في الدقيق لحد ما يبقى معايا كده، يعني مخرص كده او عامل زي الرمل كده. وهبدأ دلوقتي اضيف عليه نص كوباية من الحليب، وعليها 1/4 كوباية من المية. بس الأول هعجن الحليب كده كويس. وطبعا هي الكيلو ما بياخدش على حسب الدقيق اللي عندك، يعني بياخدوا كوباية أو ممكن كوباية إلا ربع. فأنا الدقيق اللي كان معايا خد كوباية إلا ربع من المية ومن اللبن، يعني الكوباية نصها لبن والربع بتاعها التاني مية. وهقلب كله كويس وهعجنه كويس جدا لحد ما يبقى معايا عجينة مش مشققة ومش مفرولة، يعني عجينة مظبوطة كده. هعجنها يعني على الأقل 10 دقايق أو ربع ساعة كده، لحد ما بقت معايا عجينة جميلة قوي ولا مشققة ولا حاجة. وهسيبها ترتاح يعني 10 دقايق كده لحد ما أحضر الحشوة بتاعتي. معايا هنا ملبن ومعايا مكسرات، سواء سوداني او مكسرات بقى اللي عندك، او ممكن عجوة. الحشوة اللي انتي متوفرة معاكي حطيها. وفي ناس ما بتحبهاش يعني محشية حاجة، بتحبها سادة كده. هحط كده الملبن بقى واقطعه كور صغيره كده على قد حجم الكحكه اللي انا هعملها. وهحط كمان الملبن كده في السوداني او المكسرات اللي معايا. هعمل كل الكميه، وتعالوا نعمل مع بعض بقى الكحكايه وننقشها مع بعض. اهو هاخد كده الكوره بتاعتي او حجم الكحكه بتاعتي ما يكونش كبير، كل ما كان صغير كل ما كان احلى واطعم. اهو هكورها كده وهبدأ انقشها. طبعا النقشات بتاعتك اللي انتي حباها، انا طبعا ضعيفة في موضوع النقشات ده، فهتلاقوني كده بعمل برقاوي كده. فانتي زي ما انتي حابة تنقشي، لو انتي شاطرة في النقشات تنقشي، لو انتي عندك البصامة، لو انتي عندك المكن اللي هو بتاع الكحك ده اعملي. المهم النقشة بتاعتك تكون مظبوطة او شكلها حلو كده يعني الى حد ما. وطبعا النقشة بتاعتي دي انا بتفضل معايا بنفس الشكل بتاعها كده، مش بتسيح في الفرن ولا اي حاجة. وده ليه؟ عشان العجينة بتاعتي مظبوطة والمقادير بتاعتها حلوة، لا هي زيادة في السمنة او في الدقيق او في اي حاجة. المقادير المظبوطة هتفضل معاكي النقشة زي ما هي كده. كنت خلصت كل الكمية. الكيلو عمل معايا صاجين كبار حلوين كده، وكمان التسوية سويتهم في الرف في النص كده على حسب الفرن بتاعك كده. التسوية كانت معايا ما شاء الله جميلة قوي اهي. خلص. وتعالوا نحط عليه السكر.
شايفين؟ ونشوفه عامل ازاي، ونفتح معاكم كمان كحكاية. هيبقى الكحك معايا طالع دايب جدا جدا ما شاء الله عليه، وطعمه تحفة، وكمان الريحة بتاعته جميلة، والمقادير مظبوطة، وكمان دايب كده، وشكله وطعمه جميل قوي. والنقشة زي ما انتوا شايفين اهو، حتى بعد ما طلعت من الفرن مظبوطة ومسحتش ولا اي حاجة، وتقدري تعملي بالبصامة زي ما قلتلك. تعالوا نفتح الكحكاية مع بعض كده ونشوف. شايفين التسوية بتاعتها مظبوطة ازاي؟ لا هي متحمرة ولا هي بيضة ولا اي حاجة، انا بحبها متحمرة شوية كده، وفي نفس الوقت بتبقى دايبة معايا. شايفين؟ ما شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.